Shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. ازيك يا اولاد؟ النهارده الفيديو مختلف خالص تمام عن اي فيديو انا عملته قبل كده. الفيديو ده عباره عن ان انا بظبط لك السكوب من بعيد، فاهم؟ مسافه بقى 300 متر 400 متر، ودي يا كبير حرفيا. سكوب بقى 4، سكوب 3، سكوب 2، الهولو مثلا من على 200 متر مثلا. كل ده انت هتشوفه دلوقتي لايف هاند كام. كمان هوريك دلوقتي هاند كام. طبعا لسه عامل فيديو اعدادات وحساسيه، ممكن تدخل تشوفه من عندي. تمام، الفيديوهات تعجبكم واسيب لكم الحساسيه بتاعتي في اخر الفيديو. كمل الفيديو للاخر واعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. يا هلا والله بالشباب، رجعت لكم فيديو جديد يا جدعان. فيديو النهارده تحفه، هتحبوه جدا جدا جدا. النهارده الفيديو عباره عن ان انا اوريكم ازاي بتظبط الام من بعيد، فاهم؟ مثلا لو واحد مثلا على مسافه كام، كام دي 300 متر، تعرف تجيبه عادي، فاهم؟ طريقتين ثلاثه بس، مش محتاج اكتر من كده، انت فاهمني؟ دلوقتي هنبدا في الخطوات على طول. اول حاجه يا معلم هيدخل على عنصر التحكم. مبدئيا كده انا شرح فيديو على عنصر التحكم اصلا، الفيديو اللي فات لو انت ما شفتوش لازم تشوفه، ممكن اسيبه لك في الاي اللي فوق. اوكي، زي ما انت شايف اول حاجه تدوير الكاميرا اثناء الانحناء دي، او تدوير الكاميرا اثناء الاي دي اس دي تقفلها. تمام، دي اهم حاجه. بصوا يا جدعان بجد دي اهم حاجه. تقفل دي، تمام، وتقفل دي وتقفل دي. تمام، اقفل الثلاثه دول. تمام، بس اهم حاجه تدوير الكاميرا دي اقفلها، لان دي لو انت فعلتها مثلا، فعلتها عند التبييك اهو دلوقتي وانا ببيك، حط دلوقتي صبع على الشاشه ضغط على الايه، على التبييك، بقدر مش بحرك انا بالجيروسكوب دلوقتي، بقدر احرك الام بصبعي، فاهم؟ بقدر احرك الام كده يروح يمين او شمال بصبعي، ودي حاجه مش لطيفه خالص. وانت مثلا بتبيك كده ممكن تتلخبط، ايمك ما يبقاش مظبوط، ما يبقاش ثابت، فاهم؟ فانت عشان تعملها تقفل تدوير الكاميرا اثناء الانحناء دي، وتدوير الكاميرا اثناء الاي دي اس فوق دي. تمام، دول اهم خطوتين دلوقتي. تمام، هندخل على عناصر التحكم المتقدمه اللي فوق دي. بصوا انا بجيب لكم الخلاصه بعد تجارب كتير قوي، فاهم؟ زي ما انت شايف دلوقتي نخلي المنظور ده زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، نخليه 85 لايه، ل 84. تمام، حساسيه الرد زي ما قلت لكم برضو الفيديو اللي فات، زي ما انتم شايفين ممكن تبقى 80، ممكن تبقى 90، ما تزودش عن كده ما تقللش عن كده. تمام، بس حاسس ان الموضوع بالنسبه لي دلوقتي انا ممكن ايمي يبقى تحفه. تمام، انا عايز بس اروح عشان ايه، اشوف اوريكم بس الايم على ايه، على راس ايه اللعيبه من هناك دول، بس مش مسافه ايه، مش مسافه 50، مش مسافه 70، مش مسافه اي حاجه من دي. هدخل على مسافه 200 متر على طول. السر فين يا جدعان؟ السر فين؟ هتعرفوا السر فين دلوقتي. سكوب 6 مش بتصغر. هخلي ايمك بعد الفيديو ده زي كده بالظبط. دلوقتي بقى ندخل التريكات اللي انت لازم تعملها، لازم بجد. اوكي، مبدئيا كده يا اخويا زرار الحركه ده بالنسبه لك لازم يبقى مظبوط. تمام، انا بلعب مخطط ثالث، لو انت بتلعب مخطط اول عادي براحتك، تمام، مش تفرق قوي. شوف زرار الحركه بتاعي. تمام، لو انت كبرت زرار الحركه قوي هتحس ان الموضوع بالنسبه لك صعب شويه، مش عارف تتحكم في الايم قوي، ايمك عمال يروح يمين شمال. بجد الزرار ده اهم حاجه يا جدعان. تمام، دلوقتي لازم تصغر الزرار ده على قد ما تقدر، يعني 60 مثلا، حلو. تشوف مكان صبعك فين، يعني مثلا هعلق كده دلوقتي، انا حافظت اهون. تمام، ده مكان صبعي اهو، عارف اتحرك يمين شمال، مش عارف ايه، فاهمني؟ زي ما انت شايف
الزرار بتاعك لازم يبقى مثلا وانت بتلعب كلاسيك، تمام، الزرار ده لازم يبقى من كام؟ ممكن من 60 ل 70، ما تزودش عن كده، ما تفضحناش وتخليه 100 120، ها، خليه من 60 ل 70. تمام، انا عامله 60 عندي. تمام، طبعا الزرار اللي فوق ده مهم برضو. تمام، تخليه لتحت خالص كده وتصغره. تصغره ازاي؟ تضغط على زرار الجويستيك نفسه، تمام، وتعمل ايه؟ تكبير وتصغير كده، وبعدها ايه؟ تقوم ضغط على الزرار اللي فوق ده على طول، ها، يقوم صغر معاك. شفت تصغر ازاي؟ لازم تخليه على 50. تمام، وطبعا هنخلي الزرار ده 60 زي ما احنا ايه قلنا، ممكن 60 65 كده. اوكي، زي ما انت شايف ده مكان صبعي اهون، ده مكان صبعي. تمام، هنعمل حفظ ونيجي نتحرك. تمام، هنيجي نتحرك نشوف، هنحس برضو ان الموضوع ايه، اسلس بكتير قوي، اسلس بكتير قوي قوي. اهو زي ما انت شايف الموضوع بالنسبه لي مش صعب، مش صعب ان انا اجيب واحد من هناك. اهو الموضوع بالنسبه لي مش صعب بالاي كي ام او بالام 4 او باي حاجه. تمام، دلوقتي ندخل على الجزء الاهم في الفقره دي كلها. تمام، حرفيا الجزء ده لو انت ما عملتوش انسى انك تجيب حد من بعيد، انسى انك تجيب حد من بعيد بجد. دلوقتي هيدخل الحساسيه. مبدئيا لو ما بتلعبش جيروسكوب، تمام، هتلعب في الاعدادات بتاعه الاي دي اس. الاي دي اس دي اهم حاجه. تمام، دلوقتي لو السكوب بتاعك بيروح يمين وشمال على سكوب 4 مثلا، تمام، اسمع، دلوقتي سكوب 4 اهو، ماشي، دي سكوب 4 اهو. لو السكوب بتاعك لما تيجي تضرب مثلا بيعمل كده، ها، كده بيقعد يعمل كده معاك، ها، هتعمل ايه؟ هتدخل على الحساسيه، تدخل على الجيروسكوب، انا بلعب جيروسكوب كده كده. تمام، هتخلي سكوب 4 ده بدل ما هو مثلا ايه، مثلا ممكن مثلا تكون عامله ايه 200، هتخليه ايه، ها، 125 مثلا، تنقصه يعني، فاهم؟ ودلوقتي زي لما تيجي انت مثلا تلعب ومش عارف ايه بقى، الحاجات دي عن تجربه يا جدعان، انا تعبت قوي على ما وصلت للمرحله دي. تمام، اما تيجي تلعب بقى تحس الموضوع بالنسبه لك ايه، في شوتات، عارف تظبط ايمك، فاهم؟ اهو يعني الموضوع بالنسبه لك هيبقى ايه، هيبقى حلو لما انت بترفع في الحساسيه الاي دي اس. تمام، اما بتنزلها الايم بتاعك ما بيروحش يمين وشمال، بيطلع فوق وتحت، فاهم؟ يعني الايم لو انا سبت الايم هتلاقيه بيطلع فوق كده، فاهمني؟ فعشان كده بعمل ايه، اعرف اتحكم في الجهاز ان انا اميل الجهاز، فاهم؟ يعني زي كده اعرف اميل الجهاز لقدام عشان اعرف اظبط ايمي، فاهم كده؟ اهو ده احسن سكوب عندي بعرف العب بيه صح يا جدعان، ها، عشان بس ايه نبقى فاهمين. اهو زي ما انتم شايفين اهو، باي سكوب بقى حرفيا بقى، يعني اي سكوب بقى حرفيا انت ممكن ايه، او حتى سكوب 6 مش متصغر اهو. اهو اهو انا عايز افهمكم بس ايه، ان الموضوع سهل خالص. تمام، الحساسيه عندك لو انت ما بتلعبش جيروسكوب ناقص في الحساسيه دي اللي تحت دي، تمام، ولو انت بتلعب جيروسكوب هتنقص برضه في الحساسيه دي، تمام، هتنقص في الاي دي اس اهي، حساسيه الجيروسكوب اي دي اس مكتوبه فوق اهي. تمام، زي ما انت شايف دلوقتي الموضوع بالنسبه لي يعني بحس ان هو مش صعب قوي. ممكن تخلي الحساسيه زي بتاعتي، تمام، ممكن اوريك الحساسيه، ممكن برضه اديك كود الحساسيه في البتاع ده، في الفيديو ده، الحساسيه بتاعتي يا جدعان بالمره يعني، واحنا فاتحين الحساسيه اهو، الجيروسكوب اهو، تمام، اهو زي ما انت شايف. اوكي، حاجه بسيطه خالص. تمام، كود الحساسيه كمان يا جدعان عشان ايه، ما حدش يزعل. تمام، انا بلعب دلوقتي 4 صوابع هيباد، ماشي، بس عادي انت ممكن تاخد الحساسيه تجربها عندك، نفعت ما نفعتش بقى ايه، تحاول تظبط الحساسيه زي ما انا بقول لك. تمام، زي ما انت شايف، وانا بكده بقى ممكن اسيبكوش مع شويه لقطات هيعجبوكوا، وعد هيعجبوكوا والله العظيم، ويلا نشوف شويه اللقطات دول.